السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم حصيلة الكان ليوم 2/2/2024. حصيلة كانوا فيها جوج ماتشات، غادي نشوفوا الماتش ديال أنغولا و نيجيريا، وغادي نشوفوا غينيا و الكونغو. نتلاقاو من بعد الإضراء ونشوفوا أهم الإحصائيات وشحال سالاو هاد الماتشات. X-Foot. غادي نشوفوا الخطة اللي دخلوا بها الفريقين. كما كنشوفوا نيجيريا لعبات 3-4-2-1، أنغولا لعبات ب4-3-3. قراءة في إحصائيات المباراة كانت 55% لأنغولا، 45% لنيجيريا. هجمات كانت 93 هجمة لأنغولا وكانت 89 هجمة لنيجيريا، بينما هجمات الخطيرة كانت 33 لأنغولا و 48 لنيجيريا. تسديد على المرمى كانت 3 لنيجيريا و2 لأنغولا. تسديد بعيد عن المرمى كانت 7 أنغولا و10 لنيجيريا. الركلات الركنية كانت 7 أنغولا و4 لنيجيريا. بطاقة الصفراء كانت 3 لأنغولا و1 لنيجيريا. سجلت نيجيريا في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب لقمان، واستمر هذا الهدف حتى نهاية المقابلة ب1-0. ونيجيريا غادي تنتظر فائز في مقابلة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا. X-Foot. المقابلة الثانية كانت ما بين الكونغو وغينيا. نشوفوا التشكيلة اللي دخلوا بها الفريقين. نشوفوا الكونغو لعبات ب4-2-3-1، وبنفس الشاكلة لعبات غينيا هي لعبات ب4-2-3-1. افتتح تسجيل محمد بايو في الدقيقة 20، وعدل النتيجة بيمبا في الدقيقة 27 لصالح الكونغو. انتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي ل1-1. عرف الشوط الثاني تحصل الكونغو على ضربة جزاء الذي سجلها اللاعب ويسا في الدقيقة 65، وسجل اللاعب موسوكو دقيقة 82 الهدف الثالث الذي أنهى به المقابلة. نهاية المقابلة كانت 62 لغينيا و 38 للكونغو ديال البوزيسيون ديال البال. الهجمات كانت 72 لغينيا و 61 للكونغو. كانت هجمات الخطيرة كانت 24 لغينيا و 39 للكونغو. تسديدات داخل المرمى كانت 3 للكونغو و 3 لغينيا. تسديدات خارج المرمى كانت 4 لغينيا و 8 للكونغو. بطاقة الصفراء كانوا 2 لغينيا و كانت 1 للكونغو. الركلات الركنية كانت 4 لغينيا و 3 للكونغو. وبهذا الفوز الكونغو ضمنت تأهل رسميا إلى نصف النهائي، وسوف تلاقي فائز من مواجهة مالي والكوت ديفوار. انتهى الكلام، انتهى الكلام. X-Foot. مسك الختام.